السلام عليكم. اهلا بيكم مرة تانية في سلسلة حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وور. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن اهم مبادئ السايبر سيكيورتي، وفي اخر فيديو اتكلمنا عن الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، وده كان اول دومين في السايبر سيكيورتي دومينز. كل اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت في الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت من مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، اوثورايزيشن، سترونج اوثنتيكيشن ميكانيزم، كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده معتمد على ان احنا يكون عندنا بلاتفورم قوي. هي مش فارقه معانا لو انت مستخدم بايومتريك سيستم قوي جدا، تمام، بس البايومتريك سيستم ده على ديفايس مثلا معمل له جيل بريك او متروت، تمام. فلازم اتاكد ان الاند بوينت دي سكيورد واقدر اثق فيها. فالنهارده هنتكلم عن الاند بوينت سكيورتي. يلا بينا على اللايف بورد عشان نشوف الكلام ده بيقول ايه. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده هي ايه اصلا الاند بوينت، اللي هو وات. الاند بوينت بيندرج تحتيه كذا حاجه زي ما انتم شايفين على الهاردوير اكسس ده. مثلا لو بصينا على الهاردويرز دي هنلاقي في كذا بلاتفورم، ممكن يكون سيرفرز، ممكن يكون ديسكتوب سيستمز، ممكن يكون لابتوب سيستمز او موبايل سيستمز، ممكن يبقى موبايل فونز، او ايفن حتى انترنت اوف ثينجز ديفايسز. والانترنت اوف ثينجز ديفايسز دي من الاخر اي حاجه واخده اي بي، ايفن حتى لو غساله لو واخده اي بي تندرج تحت الاي او تي. كل دول هاردوير بلاتفورمز على السيستم بتاعنا. حاجه كمان لازم ناخد بالنا منها مع الهاردوير اكسس ده، تمام، اللي فيه كل الهاردوير بلاتفورمز، الاكسس اللي بالعرض ده. الاكسس ده بيورينا علاقه البيزنس يوسج مع البيرسونال يوسج للبلاتفورمز دي. فمثلا هتلاقي سيرفرات كتير اون بريم، دي مين الاستخدام بتاعها بيبقى بيزنس، تمام. بالنسبه مثلا للموبايل ديفايسز، الموبايل ديفايسز دي ممكن تلاقي جزء منها بيزنس، ممكن تلاقي منها جزء منها بيرسونال، تمام. وهنعرف الكلام ده اكتر في حته bring your own device، تمام. دلوقتي كل ديفايس من دي ممكن يستخدم في كل الاحوال سواء بيرسونال او بيزنس. كل ده يدخل تحت الايه، الهوليستيك فيو او النظره العامه على الاند بوينتس. ودي اهم حاجه للسايبر سيكيورتي اركيتكت، وهي ان دايما لازم يكون عندك هوليستيك فيو للاند بوينت بتاعتك اللي على السيستم. وده عشان كل اند بوينت من دول، تمام، بيزود السيرفيس اتاك على السيستم بتاعك من الاوتسايد اتاكرز، لان كل ديفايس من دول هو يقدر الاتاكر يستخدمه از ميثود ان هو يكسكيوت الاتاك بتاعه على السيستم بتاعنا. وكمان بالنسبه للسوفت ويرز، على كل ديفايس من الديفايسز دي اللي احنا اتكلمنا عنهم كل واحد عليه الاو اس بتاعه، زي مثلا ويندوز، ماك او اس، لينكس، يونكس، اي او اس، اندرويد وغيرهم كتير. كل ده بيعمل ويزود الكومبلكسيتي، وزي ما انتم فاكرين في اول حلقه من السلسله تحرص من الهاكرز ان الكومبلكسيتي هي عدو السكيورتي. وكل ده هو اللي خلانا لازم نفكر نعمل كنترول على الهرج والمرج ده. عندنا كمية هاردويرز كتيرة، عندنا كمية سوفت ويرز اون توب اوف هاردويرز دي كلها، كل ده بيزود كومبلكسيتي، بيزود الاتاك سيرفيس. لازم نتيك كنترول على الكلام ده. بعد ما اتكلمنا عن الاند بوينتس وعرفنا ايه هي في الوات سيكشن، تعالوا بقى نشوف ايه هي السكيورتي كنترولز، تمام، اللي نقدر نطبقها ونحطها على الاند بوينتس دي عشان نأمن السيستم بتاعنا. خلونا نتكلم عن الاند بوينت مانجمنت سيستم، وخليني ابدا بالايه، بالتيبيكال براكتس. التيبيكال براكتس ده اللي معظمنا بنعمله، تمام. وده
دايما مش دايما بيبقى اصح او افضل حاجه. تمام. وهنتكلم بعد كده عن البيست براكتس وايه الايديال ديزاين للاند بوينت مانجمنت. في التبكة براكتس مثلا عندنا الراجل ده بيبدا يفتح كونسول، من الكونسول بيبدا يمانج مثلا السيرفرات دي. لو عندنا مثلا ادمن تاني بيفتح كونسول تاني، ومن الكونسول ده بيبدا يمانج الديسكتوب سيستمز او اللابتوب او الموبايل سيستمز. وعندنا ادمن تالت كمان بيكونكت على كونسول تالت، ومنه بيقدر يمانج يوزنج الموبايل ديفايس مانجمنت سيستم اللي هو الام دي ام. ف كل ده بيزود كومبلكسيتي. انت عندك 3 ادمنز بيستخدموا 3 different systems عشان يمانجوا كل الديفايس اللي عندك. وطبعا الاي او تي حدث ولا حرج، احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو بيتمانج ازاي. لو تاخدوا بالكم هنا في كذا ادمن بيمانج حاجات كتير. الادمنز دول اكسبرت في الحته بتاعتهم. تمام. لكن ده مش الاوبتيمم سوليوشن. هي تشتغل بالطريقه دي، بس طبعا كل ده كومبلكس جدا، وزي ما قلنا الكومبلكسيتي هي عدو السكيورتي. فاحنا محتاجين نمانج الكلام ده من مكان واحد بس. تمام. واستخدام بوليسي واحده بس على قد ما نقدر. طبعا اليونيفايد بوليسي على كل الديفايسز دي مش هتبقى 100% يونيفايد، بس على قد ما نقدر يونيفاي البوليسي في كل السبيكترم بتاع الاند بوينتس اللي عندنا. وبالطريقه دي اقدر ابوش البوليسي دي من مكان واحد، centralized console او centralized endpoint management system، واقدر انزل كل الباتشز بتاعتي على السيستم، واقدر برضو اريتريف انفورميشن عن كل الاند بوينتس بتاعتي على السنجل سيستم بتاعي. ومنه اقدر اجنريت اليرتس باي حاجه عندي عايز اعمل لها مونيتورنج، او اي حاجه عايز اعمل لها تريجرنج من السنجل مانجمنت كونسول بتاعي. بالطريقه دي هي اكتر سهوله في المانجمنت، بحيث انا مش محتاج كل الدومين اكسبرتس دول كلهم، عشان انا عندي كل ده من على سيستم واحد بس دلوقتي. فبكده انا عندي فيزابيليتي وكنترول على كل السيستمز دي من كونسول واحد بس. وده اهم حاجه في السكيورتي، وهي ان يبقى عندي هوليستيك فيو. تمام. ده هيبدا يديني هوليستيك فيو زائد كنترول. تمام. وفيزابيليتي. طيب انا اتكلمت عن البوليسيز. طيب هي البوليسيز دي محتاجه عشان تتابلاي كنترولز. اول حاجه في الكنترولز هنتكلم عليها وهي الانفنتوري. لازم اقدر اعرف كل السيستم اللي عندي، واقدر ابني انفنتوري سواء ده للهاردوير او للسوفت وير انفنتوريز. تاني حاجه لازم اطبق security policy على الهاردوير والسوفت وير اللي انا جمعتهم في الانفنتوري بتاعي. فمثلا اللي انا اقدر اقول ان انا هستخدم سوفت وير فيرجن معينه، تمام، او اللي قبلها بخطوه، لكن مش قبليها بخطوتين او قبليها بتو فيرجنز، لان دي اكيد هيبقى فيها security vulnerabilities not patched، او ممكن يكون bugs مثلا not fixed في الفيرجنز القديمه. وابدا مثلا احط بيز لاين للفيرجن وما يقلش عنها. كمان ممكن اطبق باسورد بوليسي، تمام، في السكشن ده. تالت حاجة وهي الباتشنج. لازم ابقى متأكد دايما ان السيستم بتاعي عليه الليتست سوفت وير، عشان يبقى عندي اخر ابديتس لكل الفولنربيليتي فيكسز والبج فيكسز. رابع حاجة وهي الانكريبشن بوليسي، بحيث مثلا لو انا عندي ديفايس من دول اتسرق، تمام،
اقدر اعمل له انكريبشن، تمام، بحيث لو عندي ديفايس من دول اتسرق، تمام، الديفايسز دي الداتا اللي عليها بتكون انكريبتد، فاللي سرقه مش هيعرف يعمل اي حاجه عليه. خامس حاجه وهي الريموت وايب، ودي اقدر استخدمها برضو لو الديفايسز دي اتسرقت، تمام، وعايز امسح كل حاجه عليه. انا الديفايسز دي سرقت مني وريموتلي اقدر امسح كل الداتا اللي عليها. وكمان لو ده موبايل ديفايس مثلا، وكان مع واحد من الموظفين اللي عندنا في الشركة، وكان بيستخدمه في as a bring your own device في الكوربريت بتاعتنا، وعليه حاجات ريليتد للبيزنس، والموظف ده مشى وساب الشركة، اقدر اعمل حاجة اسمها selective wiping، بحيث ان انا ما امسحش كل حاجة على الجهاز، امسح بس الحاجات الريليتد للبيزنس. سادس حاجة هي اللوكيشن تراكنج، لو أنا عايز ألاقي الديفايسز دي أو ألوكيت اللوكيشن بتاعها. سابع حاجة وهي الأنتي فيروس أو الإند بوينت ديتكشن ريسبونس، عشان أأمن الديفايسز دي من أي مالوير. واخر حاجه هي الديسبوزل بوليسي، ازاي اتخلص او ارمي الديفايسز دي بعد ما تطلع معيش. ودي كل الحاجات اللي نقدر نطبقها بالسكيورتي كنترولز. بعد ما اتكلمنا عن الان بوينتس وازاي نابلاي السكيورتي كنترولز على الان بوينتس دي، تعالوا نتكلم شويه عن البي واي او دي bring your own device. خلوا بالكم هي مش مجرد bring your own device، هي ممكن تكون bring your own IT أو bring your own cloud. في حتة bring your own device في نوعين من organizations بيتعاملوا مع الموضوع ده، يا إما بشكل صح يا إما في الجلاشة. ففي organizations هي اللي عندها well defined program، وفي organization اللي هي عندها poorly defined program، وفي organizations في الجلاشة خالص بتقول لا انا الكلام ده ما عنديش bring your own device، ما حدش يجيب الديفايس بتاعته ولا يكونكتها على الكوربريت نتورك بتاعتنا ولا يستخدم اي حاجة ليها علاقة بالبيزنس على موبايل. وطبعا مفيش حاجة اسمها كده، دايما الشركات اللي بتعمل كده الموظفين من الاخر بيدخلوا بيستخدموا حاجات الكوربريت على الموبايل بتاعتهم، وفي الاخر بيقلبوا على البورلي ديفايند بروجرام. يعني من الاخر احنا الموديل ده مش موجود، لان مجرد ما الشركه بتقول لا انا بمنع البرينج يور اون ديفايس، الموظفين عمرهم ما هيكمبلايوا مع such بوليسي لانها فيري ستريكت بوليسي، وهيستخدموا البيزنس داتا في البيرسونال موبايلز بتاعتهم، وهيبقى واوتوماتيكلي هيقلبوا اكنهم بورلي ديفايند بروجرام. فاحنا عندنا الاورجانيزيشنز متقسمه نوعين في التعامل مع bring your own device system، يا اما هم well defined انت حاطط بروجرام محترم، يا اما هم poorly defined وانت عايش في ميه البطيخ. خلونا نتكلم على ال well defined program. اول element في البروجرام ده وهي موافقه صاحب الديفايسز دي او الاند يوزر من الاخر، وهي الكونسنت، تمام. كونسنت يعني الاند يوزر موافق على البوليسي بتاعت الشركه بتاعتك في البرينج يور اون ديفايس بروجرام. لازم ابقى قايل له ان الديفايس بتاعك ده هيحصل له مونيتورنج، تمام، وهيبدا نراقب اليوسج بتاعك، تمام، وممكن يبقى عندنا الحق ان احنا نوايب الداتا بتاع الريليتد طبعا للبيزنس على الديفايس بتاعك في اي وقت من الاوقات. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الكنترولز من شويه اللي هو السلكتيف وايبنج. تاني element وهو السوفت وير اللي على الديفايس ده. بالظبط السوفت وير اللي على الديفايس ده لازم احدد له فيرجن معينه، تمام، او بيز لاين للفيرجنز دي اللي اقدر اسمح بيها على الاند بوينتس اللي هتستخدم في البرينج يور اون ديفايس بروجرام.
وكمان لازم احط بلاك ليست، لازم اقول السوفت ويرز دي مثلا في سوفت ويرز معينه ما ينفعش اليوزر يعمل لها داونلود مثلا من الاب ستور على الديفايسز، مثلا دي مثلا vulnerable applications well known applications ان هي vulnerable مثلا، او ايه well known ان هي non related business applications، فايه هحطها في البلاك ليست بتاعتي. ممكن احط ليست تانية required list ان some applications لازم mandatory تبقى على الديفايس بتاع اليوزر ده عشان يقدر يدخل في bring your own device program ويقدر يستخدم الديفايس بتاعه في ايه، في البيزنس related activities. تالت حاجة وهي الهاردوير، بحيث احط ليست واقول هم دول بس الهاردوير المسموح بيها عشان تستخدم كبرينج يور اون ديفايس. واخر حاجة وهي السيرفيسز اللي هستخدمها على الديفايسز دي، واتاكد بس الاوثورايزد سيرفيسز هي اللي مستخدمه. مثلا فايل شيرنج بروجرام هو ده اللي انا هستخدمه، تمام، وما استخدمش اي فايل شيرنج بروجرام تاني من اي اذر سيرفيس بروفايدر مثلا. وكده نكون وضحنا ان لازم الاورجنايزيشن تحط مسار للاند يوزر في البرينج يور اون ديفايس بوليسي. لازم تبقى ويل ديفايند اورجنايزيشن في البرينج يور اون ديفايس سيستم، تمام. لان لو ما قلناش ازاي المفروض اليوزر يتعامل مع الديفايس بتاعته لو هيستخدمها في البيزنس ريليتد اكتيفيتيز، هو هيتعامل مع نفسه هتلاقي نفسك داخل في حته البورلي ديفايند اورجانيزيشنز او بورلي ديفايند بروجرام في التعامل مع برينج يور اون ديفايسز. فمن الاخر ما تكلكعهاش على الاند يوزر عشان هو في الاخر ما يسوحكش. بس وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده من سلسله تحرص من الهاكرز في السايبر سيكيورتي وورد. اتكلمنا النهارده عن الاند بوينت سيكيورتي، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن النتورك سيكيورتي. استنوني في حلقه جديده ان شاء الله الجمعه اللي جايه من سيكلول از سيرفيس. السلام عليكم.